بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن شاء الله النهاردة مولانا الشيخ هيقول لنا حاجة جديدة أو قصة جديدة في حلقتنا، وهي قصة السيد إبراهيم الدسوقي. هيقول لنا منها حاجة كده جميلة، إنه والله حلال العقد. بيقول لك حدث إن أحد الأعيان في مصر زمان، يعني في ساعة ما كان سيدي إبراهيم عايش، يعني هو عايش على طول. أولياء طبعا الأبرار بيبقوا موجودين على طول، لكن في حياته يعني حدث إن أحد الأعيان، يعني الأعيان دول كانوا يعني واحد مليونير كبير في مصر، نذر على أن زوجته إن أنجبت ولدا فسوف يذبح لها كبشا طول اللية بتاعته 7 أشبار. شفت بقى الراجل عمل ايه؟ زي ما واحد مثلا بتبص تلاقيه مثلا ما بيخلفش وبقاله كتير وبتاع، فيقول والله انا هندر نذر، والنذر ده موجود في القرآن. بس الواحد يندر النذر لازم يوفيه زي ما هو قاله بالظبط يتعمل. ده الشريعة الشريعة بتاعت النذر. انت نذرت كيس تفاح يبقى هو كيس تفاح. نذرت ان تصوم 3 ايام يبقى هم 3 ايام. حددت ال3 ايام دول يكونوا في الصيف يبقى في الصيف، حددتهم في الشتاء في الشتاء، يعني حسب تحديدك انت. لذلك حتى كان في مثل شعبي قديم اوي كانوا يقولوا اللي من نذر ووفي، يعني خليه قليل على قدك يعني، ووف بس وفيه. لكن لما تقعد تكتر قوي وممكن ما تقدرش توفيه بيبقى صعب شويه، لكن كترت وتقدر حلو جدا جدا. فبيقول لك حصل ان الشيخ بيحكي، بيقول حصل ان واحد من الاعيان، يعني الناس اللي هي مليونيره كبيره، الأعيان في مصر يعني صاحب مكانة، مراته ما كانتش بتخلف، فنذر قال له مراتي خلفت هذبح كبش، والكبش ده يكون ليته اللية بتاعته 7 أشبار، أو هو طوله 7 أشبار. القصة يعني اتقالت كذا على اتقالت زكاة اللية أو الكبش نفسه. فربنا استجاب لدعائه بعد فترة، أو في ساعتها، ومراته فعلا خلفت وزوجته خلفت، والولد اتولد. وكان هو بيقول لو انجبت ولد كمان، يعني هو حاطط شرط ففعلا انجبت ولد. والراجل احتار دلوقتي يروح كل مكان عشان ينقي خروف، ما يلاقيش اللية بتاعته 7 أشبار. كل ما يقيسها ما تجيش، تطلع شبرين، لأن أكبر لية الخروف شبرين 3، لكن 7 أشبار دي هتبقى حاجة صعبة أوي. فأخذ يبحث عن كبش طول ليته 7 أشبار فلم يجد، فسأل علماء الأزهر. خد بعضه بقى راح طلع على الأزهر عشان إيه؟ يشوف حل الموضوع ده. إخوانا أنا أنذرت نذر، والنذر ده بيقول كيت 7 أشبار. فكل واحد يقول والله لا، لازم تدور زي ما أنت قلت، لازم تنافس، ولا الشريعة بتقول كده أصلا. فلم يتوصل معهم إلى إجابة، يعني إذا راح لواحد باثنين وثلاثة وبتوع فتوى وبتوع معرفش إيه، مفيش فايدة. فلم يتوصل إليهم إلى إجابة. وعندما عجز عن إفادته أخبره بعضهم، يعني واحد من أصحابه يعني قال له بقول لك إيه، في واحد ولي موجود اسمه سيدي إبراهيم الدسوقي، ولي في دسوق. ده عنده خبرة ويقين، والناس بتروح له تسأله في حاجات جامدة أوي بيحلها وبتاع، وممكن تلاقي عنده الإجابة الشافية. فحاول كده روح له بالمرة يعني. فالراجل راح راكب ورايح هناك، وكانوا بيروحوا لسيدي إبراهيم بمركب، يمشوا في النيل، يعدوا على سيدي أحمد البدوي، ومن سيدي أحمد البدوي يطلعوا على سيدي إبراهيم الدسوقي. فراح إلى دسوق الرجل، وحكى قصته لسيدي إبراهيم. زار سيدي إبراهيم مش في المقام، لا زاره حي يعني، وحكى له قصته. قال له يا سيدي إبراهيم أنا شفت نذرت نذر، والنذر ده ليا 7 أشبار وبتاع،
وخلفت فعلا الولد ومش لاقي. قال له اذهب وقيس، هو مكتوب وقس يعني باللغة العربية، وقيس، اذهب وقيس شبر اللية بتاع الكبش بكف بشبر الولد، الطفل الصغير المولود. يعني ما تقيس بشبرك انت، مش انت اتولد ولد؟ طيب، ما هو انت قلت 7 اشبار، ما قلتش مين اللي هيقيس ال7 اشبار. لا، ما قلتش انا اللي هقيس ولا الراجل البياع ولا زوجتي ولا الطفل الصغير ولا واحد بالشارع ولا بتاع. فانت روح جيب كبش وجيب الطفل الصغير، قيس بايده، بايد الطفل، طبعا ايد الطفل تطلع قد الصباع، قيس بيه 7 اشبار. فرجع الرجل فرحان جدا جدا ومسرور، وفعل ما امره به الشيخ، ووفى النذر وعمل هيصة وهلولة جامدة جدا جدا، لدرجة ان الكلام وصل وانتشر في الخبر، في لحد بتوع الازهر سمعوا الكلام ده. احنا مش بنعيب في الازهر، بس بنقول كرامة الاولياء، يعني انه والله حلال العقل سيدي ابراهيم. يعني بتبقى في مسائل عايزة حنكة شوية، لكن بتوع الازهر على دماغنا وراسنا من فوق يعني. فانتشر الخبر، فاراد العلماء الازهر ان يحاجوا سيدي ابراهيم الدسوقي في الزمن ده. في بعض منهم قال لك نروح نحاجه، يعني نقول له مسائل قوية ونحاول نعجزه، طالما هو بقى بيقول طب هو الراجل ما قاعد في مكانه والناس بتروح تسأله، ما راحش جاب ناس هو، لكن ما علينا. فطبعا الأولياء بيبقى لهم بصيرة تانية خالص غير بصيرة الكتب يعني بيحكموا بحكم النورانية الداخلية اللي عندهم يعني. وزي ما اتفقنا في أول بداية حلقتنا، قلنا اتقوا الله ويعلمكم الله. وإنما الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، ده حديث. إنما الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتشر الخبر فأراد، وده قطب الأقطاب، فأراد علماء الأزهر أن يحاجوا سيدي إبراهيم، وصمموا على أن يختبروا قوته ويكسروا شوكته. يعني كمان يبقى عايزينه يبطل يرد على الناس بقى، يعني لما يغلبوه بقى في سؤال واثنين وثلاثة واربعة، يقوم بقى بعد كده ما حد يروح له لا يا عم ده احنا فشلنا في كذا حاجة. لكن طبعا الموضوع مش كده خالص. فذهب إليه 41 عالما، لموا بعض بقى، خدوا 41 واحد، كل واحد حافظ سؤال أو اتنين أو تلاتة، وقال لك أنا أول ما أروح أسأله كذا وكذا وكذا مش هيعرف يجاوب. عالما وعلى رأسهم سيدي القصبي، ده ولي اسمه سيدي القصبي، بس طبعا الولاية بتاعته جت بعد الزيارة دي. فاستقلوا المركب فصار بهم في النيل، وعندما جاوز بهم مدينة سيدي أحمد البدوي، إذ بماء النيل يفيض ويرسو بهم المركب إلى قاع، وكادوا أن يهلكون. يا نهار أبيض! يعني المركب كانت ماشية كويس، وبعد ما عدت على سيدي أحمد البدوي شوية كده، دخلت في حتة مزنق كده، أو مية قلت، الراجل بقى مش عارف يعمل إيه، وكادوا أن يهلكوا، فأخذ صاحب المركب يندب حظه، أنا إيه اللي ركب دول معايا؟ أنتوا جايين تعملوا إيه هنا وراكبين معايا وعمالين ودتوني في داهية، والمركب هتغرق وهتغرس في الطين وتتكسر، وده باكل بيع عيش. طبعا يندب حظه. ثم سألهم عن سبب ذهابهم إلى السوق، انتوا رايحين السوق ليه؟ السوق دي بعيدة وبتاع. فأخبروه بالسبب، قالوا له الصراحة احنا رايحين نشوف في واحد هناك اسمه سيدي إبراهيم الدسوقي، والناس بتروح له، بيسألوه احنا رايحين بقى نكسر شوكته بقى. إذا به بها يهزأ بهم، يعني قال لهم ايه ده اللي انتوا تقولوه ده؟ ازاي انتوا رايحين لواحد ولي كبير وجاي انت؟ يهزأ بهم ويعنفهم، لأنهم سيكونون سببا في هلاكه وضياع رزقه. ثم قال لهم إذا لم تتوبوا، خلي بالكوا ده ولي كبير، وانتوا لو ما تبتوش وتستغفروا ربكم انتوا رايحين. ربنا بيقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني اللي عادي ولي ربنا هو اللي يحاربه. من عاد لي وليا، عاد لي يعني جعل الولي عدوا له. من عاد لي وليا أذنته بالحرب، يعني أذنت بأذنه إن أنا أحاربه،
حد يقدر يحارب ربنا؟ إن لم تتوبوا، الراجل المراكبي بقى، إن لم تتوب يعني الراجل عارف، إن لم تتوبوا وتستغفروا وتطلبوا السماح من سيدي إبراهيم فسوف أقذف بكم في النهر. أنا بقى اللي هزقكم في المية، مش كرامة من سيدي إبراهيم تقعوا في المية، لا ده أنا اللي هزقكم. فهم بقى حسوا بالفزع والخوف والحاجات دي فتابوا وندموا. ثم أنشد سيدي القصبي، وقال قصيدة طويلة قوي، الشيخ قال منها إيه 200-3. سيدي القصبي يستغيث فيها بسيدي إبراهيم ويستشفع إليه بسيدي أحمد البدوي. يعني عمال يقول بقى إيه يعني، فبيقول: يا شمس حسن فوق غصن أميدي، أيميتني هدرا لحاظك أم يدي، يا رب الألطاف بعد تجلدي، كوني عقبة بالمحبة أولدي، قد قل أن تلد ومثلك ماجدا، يحكى أبا العينين أعظم ماجدي، ما النيل ما سيحون ما جيحون، عذب الفرات كفيضه عن الندى. طبعا النيل وسيحون وجيحون دي أنهار في الجنة، واخد بالك. هنا كده توبتهم أو أسلوبهم اللي عملوه مع الولاد خلى: وإذا بالماء ترجع إلى حالتها ويتوضؤون ويشربون ويأخذ. حتى في القصة الشيخ حتى في الشريط بيقول إن كانوا بيدلدلوا علبة كده، كوز يعني كده أو حاجة، عشان يشربوا مية من النيل. الكوز ينزل وما يطلعش مية، يعني يفضل نازل، يقعدوا يزقوا كده ما يجيبش مية من تحت وهم ماشيين على النيل نفسه. وإذا بالماء ترجع إلى حالتها ويتوضؤون ويأخذ المركب طريقه بهم إلى دسوق. يعني خدوا ومركب المراكب بيوداهم دسوق، وهناك طبعا حصل قصص كتير معاهم. والشيخ يعني استكفى بان هو ما كملش، بس انا يعني بعد كده في حواديت تانية كان قال كمل ان ال41 دول سيدي ابراهيم كمان خلاهم اولياء، يعني علمهم او اداهم اعطاهم نور في قلوبهم ونور لهم يعني الامور شوية، وقال لهم ان انتوا تخدموا تعلموا الناس وتكونوا كل واحد في حتة يعلم الناس التصوف والذكر والصلاة على النبي. وفعلا سمعوا كلام سيدي إبراهيم وابتدوا إن هم يقروا أوراد، وإن هم يعلموا الناس الأوراد ويعلموا الناس الذكر والصلاة على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراته ما كانتش بتخلف، فنادر قال له: مراتي خلفت هذبح كبش، والكبش ده يكون ليته اللية بتاعته 7 أشبار، أو هو طوله 7 أشبار. القصة يعني اتقالت كذا على اتقالت زكاة اللية أو الكبش نفسه. فربنا استجاب لدعائه بعد فترة، أو في ساعتها، ومراته فعلا خلفت وزوجته خلفت، والولد اتولد. وكان هو بيقول لو أنجبت ولد كمان، يعني هو حاطط شرط ففعلا أنجبت ولد. والراجل احتار دلوقتي يروح كل مكان عشان ينقي خروف ما يلاقيش اللية بتاعته 7 أشبار، كل ما يقيسها ما تجيش، تطلع شبرين. أنا الأكبر ليا الخروف شبرين 3، لكن 7 أشبار دي هتبقى حاجة صعبة أوي. فأخذ يبحث عن كبش طول ليته 7 أشبار فلم يجد، فسأل علماء الأزهر، خد بعضه بقى راح طلع على الأزهر عشان إيه
يشوف حل للموضوع ده. اخوانا انا انذرت نذر، والنذر ده بيقول كيت 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 7 اشبار. فكل واحد يقول والله لا، لازم تدور زي ما انت قلت، لازم تنافس، ولا الشريعة بتقول كده اصلا. فلم يتوصل معهم الى اجابة. يعني اذا راح لواحد باثنين وثلاثة وبتوع فتوى وبتوع معرفش ايه، مفيش فايدة. فلم يتوصل اليهم الى اجابة. وعندما عجز عن افادته اخبر اخبره بعضهم. يعني واحد من اصحابه يعني قال له بقول لك ايه، في واحد ولي موجود اسمه سيدي ابراهيم الدسوقي، ولي في دسوق. ده عنده يعني عنده خبرة ويقين، والناس بتروح له تسأله في حاجات جامدة قوي بيحلها وبتاع، وممكن تلاقي عنده الإجابة الشافية. فحاول كده روح له بالمرة يعني. فالراجل راح راكب ورايح لهناك، وكانوا بيروحوا لسيدي إبراهيم بمركب، يمشوا في النيل، يعدوا على سيدي أحمد البدوي، ومن سيدي أحمد البدوي يطلعوا على سيدي إبراهيم الدسوقي. فراح إلى دسوق الرجل، وحكى قصته لسيدي إبراهيم. زار سيدي إبراهيم مش في المقام، لا زاره حي يعني. وحكى له قصته، قال له يا سيدي إبراهيم أنا شفت نذرت نذر، والنذر ده ليا 7 اشبار وبتاع، وخلفت فعلا الولد ومش لاقي. قال له اذهب وقيس، هو مكتوب وقس يعني باللغة العربية، وقيس. اذهب وقيس شب اللية بتاع الكبش بكف بشبر الولد، الطفل الصغير المولود. يعني ما تقيس بشبرك انت، مش انت اتولد ولد. طيب ما هو انت قلت 7 اشبار، ما قلتش مين اللي هيقيس ال7 اشبار. لا، ما قلتش انا اللي هقيس، ولا الراجل البياع، ولا زوجتي، ولا الطفل الصغير، ولا واحد بالشارع ولا بتاع. فانت روح جيب كبش، وجيب الطفل الصغير قيس بايده، بايد الطفل. طبعا ايد الطفل تطلع قد الصباع، قيس بيه 7 اشبار. فرجع الرجل فرحان جدا جدا ومسرور، وفعل ما امره به الشيخ، ووفى النذر، وعمل هيصة وهلولة جامدة جدا جدا، لدرجة ان الكلام وصل وانتشر والخبر لحد بتوع الازهر سمعوا الكلام ده. احنا مش بنعيب في الازهر، بس بنقول كرامة الاولياء يعني انه والله حلال العقد سيدي ابراهيم. يعني بتبقى في مسائل عايزة حنكة شوية، لكن بتوع الازهر على دماغنا وراسنا من فوق يعني. فانتشر الخبر، فاراد العلماء الازهر ان يحاجوا سيدي ابراهيم الدسوقي. في الزمن ده في بعض منهم قال لك نروح نحاجه، يعني نقول له مسائل قوية ونحاول نعجزه، طالما هو بقى بيقول طب هو الراجل ما قاعد في مكانه والناس بتروح تسأله، ما راحش جاب ناس هو، لكن ما علينا. فطبعا الأولياء بيبقى لهم بصيرة تانية خالص غير بصيرة الكتب يعني بيحكموا بحكم النورانية الداخلية اللي عندهم يعني. وزي ما اتفقنا في أول بداية حلقتنا، قلنا اتقوا الله ويعلمكم الله. وإنما الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، ده حديث. إنما الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتشر الخبر فأراد، وده قطب الأقطاب، فأراد علماء الأزهر أن يحاجوا سيدي إبراهيم، وصمموا على أن يختبروا قوته ويكسروا شوكته. يعني كمان يبقى عايزين يبطل يرد على الناس بقى، يعني لما يغلبوه بقى في سؤال واثنين وثلاثة وأربعة، يقوم بقى بعد كده ما حد يروح له لا يا عم ده احنا فشلنا في كذا حاجة. لكن طبعا الموضوع مش كده خالص. فذهب إليه 41 عالما، لموا بعض بقى، خدوا 41 واحد، كل واحد حافظ سؤال أو اتنين أو تلاتة، وقال لك أنا أول ما أروح أسأله كذا وكذا وكذا مش هيعرف يجاوب. عالما وعلى رأسهم سيدي القصبي، ده ولي اسمه سيدي القصبي، بس طبعا الولاية بتاعته جت بعد الزيارة دي. فاستقلوا المركب فصار بهم في النيل، وعندما جاوز بهم مدينة سيدي أحمد البدوي، إذ بماء النيل يفيض ويرسو بهم
المركب إلى قاع وكادوا أن يهلكون. يا نهار أبيض! يعني المركب كانت ماشية كويس، وبعد ما عدت على سيد أحمد البدوي شوية كده دخلت في حتة مزنق كده، أو المية قلت، الراجل بقى مش عارف يعمل إيه، وكادوا أن يهلكوا. وكاد أن يهلكوا، فأخذ صاحب المركب يندب حظه. أنا إيه اللي ركب دول معايا؟ أنتوا جايين تعملوا إيه هنا وراكبين معايا وعمالين ودتوني في داهية، والمركب هتغرق وهتغرس في الطين وتتكسر، وده باكل بيها عيش. طبعا يندب حظه. ثم سألهم عن سبب ذهابهم إلى السوق. انتوا رايحين السوق ليه؟ السوق دي بعيدة وبتاع. فأخبروه بالسبب، قالوا له الصراحة احنا رايحين نشوف في واحد هناك اسمه سيدي إبراهيم السوقي، والناس بتروح له بيسألوه، احنا رايحين بقى نكسر شوكته بقى. وإذا به بها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن شاء الله النهاردة مولانا الشيخ هيقول لنا حاجة جديدة أو قصة جديدة في حلقتنا، وهي قصة السيدي إبراهيم الدسوقي. هيقول لنا منها حاجة كده جميلة، إنه والله حلال العقد. بيقول لك حدث إن أحد الأعيان في مصر زمان، يعني في ساعة ما كان سيدي إبراهيم عايش، يعني هو عايش على طول. أولياء طبعا الأبرار بيبقوا موجودين على طول، لكن في حياته يعني حدث إن أحد الأعيان، يعني الأعيان دول كانوا يعني واحد مليونير كبير في مصر، نذر على أن زوجته إن أنجبت ولدا فسوف يذبح لها كبشا طول اللية بتاعته 7 أشبار. شفت بقى الراجل عمل ايه؟ زي ما واحد مثلا بتبص تلاقيه مثلا ما بيخلفش وبقاله كتير وبتاع، فيقول والله انا هندر نذر، والنذر ده موجود في القرآن. بس الواحد يندر النذر لازم يوفيه زي ما هو قاله بالظبط يتعمل. ده الشريعة الشريعة بتاعت النذر. انت نذرت كيس تفاح، يبقى هو كيس تفاح. نذرت ان تصوم 3 ايام، يبقى هم 3 ايام. حددت ال3 ايام دول يكونوا في الصيف، يبقى في الصيف. حددتهم في الشتاء، في الشتاء. يعني حسب تحديدك انت. لذلك حتى كان في مثل شعبي قديم اوي كانوا يقولوا اللي من نذر ووفي، يعني خليه قليل على قدك يعني، ووف بس وفيه. لكن لما تقعد تكتر قوي وممكن ما تقدرش توفيه، بيبقى صعب شوية. لكن كترت وتقدر، حلو جدا جدا. فبيقول لك حصل ان الشيخ بيحكي، بيقول حصل ان واحد من الاعيان، يعني الناس اللي هي مليونيرة كبيرة، الاعيان في مصر يعني صاحب مكانة، يهزأ بهم. يعني قال لهم ايه ده اللي انتوا تقولوه ده؟ ازاي انتوا رايحين لواحد ولي كبير وجايين يهزأ بهم ويعنفهم، لأنهم سيكونون سببا في هلاكه وضياع رزقه. ثم قال لهم إذا لم تتوبوا، خلي بالكوا ده ولي كبير، وانتوا لو ما تبتوش وتستغفروا ربكم انتوا رايحين. ربنا بيقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. يعني اللي عادي ولي ربنا هو اللي يحاربه. من عاد لي وليا، عاد لي يعني جعل الولي عدوا له. من عاد لي وليا أذنته بالحرب، يعني بأذنه إن أنا أحاربه. حد يقدر يحارب ربنا؟ إن لم تتوبوا، الراجل المراكبي بقى، إن لم تتوب يعني الراجل عارف، إن لم تتوبوا وتستغفروا وتطلبوا السماح من سيدي إبراهيم فسوف أقذف بكم في النهر. أنا بقى لا أزقكم في المية، مش كرامة من سيدي إبراهيم ما تقعوا في المية، لا ده أنا لا أزقكم. فهم بقى حسوا بالفزع والخوف والحاجات دي، فتابوا وندموا. ثم أنشد سيدي القصبي، وقال قصيدة طويلة قوي، الشيخ قال منها ايه 200-3. سيدي القصبي يستغيث فيها بسيدي إبراهيم ويستشفع إليه بسيدي أحمد البدوي. يعني عمال يقول بقى ايه يعني. فبيقول يا شمس حسن فوق غصن أميدي، أيميتني هدرا لحاظك أم يدي، يا رب الألطاف بعد تجلدي،
كوني عقبة بالمحبة أولدي، قد قل أن تلد ومثلك ماجدا، يحكى أبا العينين أعظم ماجدي. ما النيل ما سيحون ما جيحون، عذب الفرات كفيضه عن الندى. طبعا النيل وسيحون وجيحون دي أنهار في الجنة. خد بالك هنا كده توبتهم أو أسلوبهم اللي عملوه مع الولاد